كل ميم باش نصنتوا الخطاب السامي ديال جلالة الملك محمد السادس نصر الله. دونك غادي نتصنتوا من ضمن المسائل ديال هذه التظاهره غادي يكون واحد التبرع لفائده السلطات المحليه بمجموعه من الكمامات الواقيه وكذلك آلات التعقيم. احنا معروف على النادي الملكي للدرجه الناريه ان التظاهرات كيكونوا بزاف الناس، كيكون واحد الكم هام من المشاركين، ولكن هذا العام شافت اللجنه المنظمه اننا نقصوا من الناس. دونك الفروع كلهم مشاركين، ولكن مشاركين بواحد العدد ديال الاعضاء اللي قليل باش نكونوا محترمين كاع الطلبات ديال السلطات المحليه وباش نكونوا حاطين راسنا من هذه الجائحه. ارتأى النادي باش ما يفرطش في هذه ليديسيون هذه، تدار في الظروف الصحيه اللي كتشرطها الدوله ووزاره الصحه باستعمال الكمامات على طول اللقاءات اللي كنعملوا واتخاذ الحراره ديال كل فرد كل صباح قبل ما نخرجوا ليفينمون كدار واحد التيست ديال الحراره، وعاد السائل اللي هو كيعقم اليدين الى اخره، والتباعد بيان سور اللي كاين ما بين الاشخاص. قافلة المشاركين في هذا الطواف الدولي تنتهز فرصة التواجد بعاصمة جهة إقليم وادنو للانخراط في عديد المبادرات ذات الطابع الإشعاعي، من جملتها عديد العمليات ذات الصلة بالتحسيس بوباء كورونا وتقديم مجموعة المواد الوقائية من الجائحة. اليوم درنا واحد الجولة في مدينة قلميم، حيث غادي يتم توزيع واحد الكمامات للسلطات المحلية اعترافا بالمجهودات اللي كتقوم بها في لمحاربة هذه الجائحة هذه. هذه السنة هذه عندها واحد الميزة كذلك خاصة، بحيث عندنا مشاركة عنصر نسوي من الخارج ديالنا. يعني بعد تأسيس الفرع ديالنا في هولندا جاو المشاركين ديال النادي الملكي للدرجة النارية أمستردام لهذه السنة هذه مشاركين معنا هنايا. كذلك عندنا مشاركين من المملكة العربية السعودية ومن فرنسا. بالنسبة لي هذه أول مرة غادي نشارك في الطواف ديال المسيرة الخضراء، وبالنسبة للذكرى ديال المسيرة الخضراء وهذا شرف لي كبير أنني نكون متواجدة من بين في هذه الخرجة، و سي ان غران اونور بور موا. بعد قليميم ينتظر أن يشد المشاركون في هذا الطواف الرحال إلى مدينة الصويرة ومنها إلى عاصمة النخيل مراكش التي يختتم بها هذا اللحاق في 8 من الشهر الجاري. لحاق يعد من المواعيد الرياضية السنوية بطابعها الإشعاعي، والتي تساهم في إبراز قيم ودلالات حدث وطني بارز يستلهم منه المغاربة تعابير المواطنة والدفاع عن ثوابت المملكة التي يحتفل بها في ذكرى استرجاع الأقاليم الجنوبية. الآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بجديد الصحف الوطنية الصادرة هذا الأسبوع في قراءة لعياد السرتي. لنتابع. صحيفة هيسبريس الإلكترونية كتبت: انتعش الجهاز الدبلوماسي المغربي بخصوص قضية الصحراء في الفترة الأخيرة رغم التداعيات الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، إذ استبقت الرباط القرار السنوي لمجلس الأمن بإعداد استراتيجية عمل ترمي إلى إعادة البريق للدبلوماسية الوطنية في العواصم الإفريقية. وتحتضن كل من العيون والداخلة 16 بعثة دبلوماسية تتوزع بين 15 قنصلية عامة لدول إفريقية وقنصلية واحدة لدولة عربية خارج الفضاء الإفريقي، ما سيسهم في تعزيز وتيرة الاستثمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة بعدما تحولت الجهات الصحراوية المغربية إلى قبلة للشركات العالمية. وباتت الداخلة بمثابة عاصمة إفريقية للمملكة بفعل استقبالها لعدد كثير من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي تتدارس مستقبل القارة السمراء، بينما تعرف العيون التي تشتهر بوصف عاصمة الصحراء دينامية دبلوماسية أيضا، في ظل استضافتها عدة ندوات وملتقيات تهم الشأن الوطني والدولي.
صحيفة برلمانكم الإلكترونية كتبت ذكر موقع العين الإخباري الإماراتي اليوم الجمعة أن فتح قنصلية عامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العيون يعد أرفع تعبير على الاعتراف بمغربية الصحراء. وذكر الموقع في مقال بعنوان العيون تتشبت بمغربيتها أن خطوة فتح القنصلية الإماراتية إنما هي أرفع تعبير على الاعتراف بمغربية الصحراء، ولها مدلولات سياسية وقانونية واستثمارية عديدة. وأضاف الموقع أن العلاقات الإماراتية المغربية تمر بمنعطف مهم في مسار التعاون الثنائي المتعمق في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع افتتاح قنصلية الإمارات في مدينة العيون، وهو ليس بالأمر الغريب فقيادة البلدين تجمعهما أواصر صداقة قديمة منذ عهد المؤسسين في العام 71 900 وألف. وبعد أن توقف عند مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب والذي حظي بدعم أممي، أبرز الموقع الإخباري أن قرار الإمارات جاء حكيما بالوقوف إلى جانب هذه المشورة لتضم صوتها إلى الدول التي أيدت هذا الحل الملائم والواقعي وصوت العقل المغربي ودبلوماسيتها التي ستخدم مستقبلا الرؤية نحو الوحدة الترابية للمملكة. وأشار إلى أن الإمارات تكون بهذه الخطوة هي الدولة الخليجية الأولى التي تفتتح قنصلية لها بمدينة العيون إلى جانب عدة دول إفريقية. صحيفة الأيام كتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع أن العلاقات المغربية الإماراتية لها جذور وضعها الملك المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه والشيخ زايد آل نهيان منذ السبعينات، مشيرا إلى أن العلم الإماراتي رفرف في المسيرة الخضراء إلى جانب الأعلام المغربية. وكان حامل العلم الإماراتي في المسيرة الخضراء هو الشيخ محمد بن زايد الذي مثل الإمارات في هذا الحدث الضخم. مشاركة ولي عهد أبو ظبي في المسيرة الخضراء كانت قبل 45 سنة حين كان عمره 14 سنة. من صحيفة الأسبوع الصحفي نختم جولتنا لجديد الصحف الأسبوعية، وكتبت رؤية البرتغاليين للصراع في الصحراء أصبحت واضحة انطلاقا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس البرتغالي الجنسية، وإلى تعيين مستشارة برتغالية مديرة إفريقيا في طاقم جوزيف بوريل مهندس سياسات الاتحاد الأوروبي، حيث تدافع ريتا لارنجيا عن الموقف المغربي بخصوص ملف الصحراء. وقبل الختام إليكم التوقعات الجوية المنتظرة لخلال 24 ساعة قادمة بحول الله، حيث من المرتقب أن يظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب العاصفية على العموم. فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 25 درجة بالعاصمة الرباط، 24 درجة بسيدي إفني، 30 درجة بكليميم وطنطان، 29 درجة بكل من أسازاك سمارة العيون وبكرة، 24 درجة بطرفاية و26 درجة ببوجدور. كما ستصل درجات الحرارة إلى 31 درجة بكل من قلت الزمور وأم طريقة، 22 درجة بالداخلة والكويرة، و34 درجة بأوسرد. حالة البحر بالوجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي. شروق الشمس بالعيون سيكون بحول الله على الساعة 8 صباحا و11 دقيقة، وغروب على الساعة 7 مساء ودقيقتين. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 32 درجة بكل من وذيبو ونواكشوط، 35 درجة بأطار وتندوف، 34 درجة بزويرات، 38 درجة بكيهيدي، 33 درجة بتوذني، و30 درجة بالرابوني. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.